سلام سلام حبيباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، جملتكم كاع بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده نتوما وكامل لافامي تاعكم يا رب العالمين. قبل ما نبدا اليوم جيت صادمه، دخلت لكم ديريكتومون في الفيديو، جيت معوله. قبل ما نبداو معاكم المقادير والفيديو واش رايحين نديروا، نصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. نبداو على بركة الله. انا جبت لكم اليوم وصفه تاع الكولي دو فراز، كاين بزاف اللي طلبوها مني. الكولي دو فراز نسحقوه بزاف لي غاتو، في لي زونترومي، في لا باتيسري نسحقوه بزاف. هو حاجه يعني جور معجون لكن حاجه مختلفه. انا درت لكم ديجا المعجون تاع لا فراز راهو في القناه، لكن هذا لو كولي دو فراز. واش عندنا عفوا مقادير لهذه الوصفه. انا عندي 400 غرام تاع الفريزه، بيان سور بعد ما نظفتها ونحيت لها هذوك لي تيج ونشفتها مليح مليح من الماء. درت لها في 400 غرام تاع فريزه نديرو 100 غرام تاع سكر عادي اللي نسكرو به القهوه كريستاليزي. درتو في قدره شويه او طنجره شويه ثقيله، وحطيتو على نار متوسطه شويه نوعا ما مايله شويه للقليل. نقعدو هكذا نحركو فيه، ما نديرو لا ما لا والو. انا بعد ما سخن لي وداب هذاك السكر، شوفوا الماء اللي تلقو مع الماء تاع لافخاز هذاك هو. شوفوا هكذا نقعدو خطره خطره نحركو فيه، ولازم نحو هاد الرغوه. هاد الرغوه هي الوخده تاع المعاجن وتاع لي كولي، هي اللي تخسر لنا كامل لي كولي تاعنا ولا المعجون ولا اي حاجه نروحو نحبو نخبوها نطيبوها ونخبوها. دونك لازم هاد الرغوه نجوزو عليها مره على مره نحركو، ومره على مره نجوزو عليها هكذا بمغرفه، من الاحسن مغرفه تاع الحطب ولا تاع سيليكون. نجوزو عليها كامل هكذا نحوها خطره على خطره خطره على خطره حتى يطيب لنا لو كولي تاعنا. بعد ما يطيب لنا الكولي تاعنا فوالا حبيباتي، النتيجه اللي تحصلنا عليها. انا ما رحيتوش، انا حبيته في الوصفات اللي راني حنديرهم حبيته هكذا. شوفوا بعد ما طاب مليح، شوفوا شغل تهرس برك، هذيك لافخيس تهرست برك. لكن كاين وصفات لازم ترحوهم، او تحبوا ترحو يا با سوسي، ترحوه بالبغاميكسور ولا بلاشواغ ولا، وتجوزوه في الصيار ولا في الصفايه باش تخرج لكم جوغ اون بيوري. تقدروا تزينوا به لي تارت تاعكم من الفوق ولا جوغ ان غلاصاج. لكن هذا نحشو به لي زونترومي، نحشو به لي تارت، نحشو به لي غاتو دانيفرسير، كاع كامل واش نحبو نديرو به. وان شاء الله الفيديو القادم راح يكون فيه وصفه تاع ان غاتو دانيفرسير، يعني نديره لكم بطريقه مبسطه، حاجه بسيطه كامل للمبتدئات، باش هكذا ايطاب باغ ايطاب من بعد نروحوا للصعب نولو نصعبوها شويه. فوالا حبيباتي، هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون لاقت بكم. ملاح هاد العفايس تخدموهم وتحطوهم في الدار، سيرتو كي يكونوا في وقت لافخاز ولا في وقت فاكهه موسميه. ان شاء الله لا بروشين فوا ندير لكم دوطخ كولي هكذا باش تستفادوا منهم، خير ملي تشرو من برا شي راه غالي، وزيد بلا لي برودوي شيميك اللي فيهم المحفظات وهذاك العفايس ما نعرفوش كاع واش يديروا لهم. حاجه مقيقيه في الدار تخدموهم، ديروهم في بويطات هكذا صغار وقسمه تستعملوا، ولا في سي دي بتي ساشي دو كونجيلاسيون، او تحطيهم في الفريغو وقت ما حبيتوا تجبدوهم بيان سور تلقاوهم واجدين. كما فهمتكم في السابق، قلت لكم لو كولي حاجه مختلفه على المعجون انا درته لكم ديجا، تقدروا تشوفوه في القناه. اكتبوا برك مربى الفراوله الخديجه ديزاد يخرج لكم. فوالا هذه هي تخرج لكم لا فيديو. فوالا هذه هي ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه، وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. حبيت برك نشكر الجماعه اللي سقسى عليا واللي حبني نعاود نولي واللي قال لي ولي دعمني. شكرا على الدعم، شكرا على السؤال، شكرا على كل حاجه كلمه مليحه قلتوها في حقي. بهذا نكون لحقت الختام الفيديو، ونقول لكم ملاقات الخير. الله يفرقنا بلا ذنوب، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.